بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. كل واحدة فيكم عندها حاجة زي اللي انتوا شايفينها دي قديمة في الدولاب. دي ايه؟ دي جلابية رجالي قديمة او قصرت او فيها اي حاجة، بس هي مش مهربدة ولا مقطعة. تجيبها ونشوف هنعمل منها ايه. حاجة جميلة جدا لعيلة من عيالنا. تمام. وبصراحة أنا أول مرة أعمل حاجة رجالي أعمل منها إعادة تدوير، أعمل منها حاجة بناتي صغيرة وكمان قطعتين. تمام، خليكم معايا لآخر الفيديو إن شاء الله هتستفيدوا من اللي أنا بعمله ده. اولا انا حبيت ان انا اتنيها على بعض الطبقتين، اعملهم على 4 طبقات. الجزء الواسع اللي تحت ده واعمل منه السوت اللي احنا هنعملها النهارده. بس لا، قلت رجعت في كلامي، قلت لا انا عايزه اعملها عشان ما اهدرش منها وانا محتاجه كل جزء منها. فانا فكيت الجلابيه خالص، الامام عن الخلف، والكمام لوحدها والجيوب لوحدها. ودلوقتي اول قطعه اللي هي الامام الخلف هنطبق زي ما انتم شايفين كده. هنعمل سوت يعني مكونه من بنطلون وبلوزه او جاكيت للاطفال. زي ما انتم شايفين الصوت اللي هي كانت جايبها لي زيها بالظبط، وحتى جايبه العبايه الرجالي زي نفس اللون او قريبه منها. وده اللي تبقى لسن عيله عندها بتاع 4 سنين او بالكتير 5 سنين. تمام. احنا طبقنا اول جزء على 2 كده عشان نعمل المنطلون. خدنا طول المنطلون وبعدين خدنا دوران اكبر حجم، هو خليناه الوسط من فوق عشان هنحط له استك. وخدنا الوسع كمان بتاع الرجل زي ما انتم شايفين كده. ونزلنا طول الحجر بتاعنا في حدود 15 او 16 سنتي طول الحاجة، عشان احنا لسه هنعمل القمر ابو استك دون خارجي. وطلعنا زي ما انتم شايفين كده ب2 سنتي من الجناب من فوق عند الوسط فوق، من عند الجنب مش عند الحجر، عند خط الجنب طلعنا 2 سنتي ونزلنا على ما فيش. وخدنا دوران الحجر زي ما انتم شايفين كده بدوران بتاع طلعنا من بره 5 سنتي عن الدوران ربع الارداف. وخدناها بدوران زي ما انتم ما شفتوا كده. رجعوا الفيديو عشان انا كنت بقول لكم على التفاصيل بتاعه الفيديو وانا شغاله. تمام. وطبعا فتحته من الجناب عشان انا عاملاها على المقفول، فانا مزوده في الدورانات بتاعتي بتاع 2 سنتي. يعني دوران الوسط عاملاه على دوران اكبر حجم، واكبر حجم عاملاه برضك على ايه؟ على زياده 2 سنتي. احنا كده خلصنا الامام، فبنعمل الامام كباترون للخلف. فتانينا برضو الجزء التاني اللي هي من الجلابيه طبقناه بس اوسع شويه عن الامام، عشان احنا بنسيب من الجناب بتاع 2 او 3 سنتي من كل، سواء من عند خط الحجر او من الجناب. تمام. المقاسات بتاعت البنت دي ما بين 50 مثلا للوسط و65 للارداف. والوسع من تحت عند الرجل احنا بنحددها حسب ما شفنا السود بتبقى قد ايه. تمام. انا قلت بس ايه، انا بوريكم الطريقه والمقاسات، انتوا ممكن تنفذوها على حسب المقاسات الموجوده عندكم. تمام. وانا فكيت اهو، فكيت العبايه خالص على اساس ان انا ايه استفيد بالاجزاء. بالنسبه للامام بتبقى في اجزاء فايده من الجناب عن الخلف. فعشان كده انا دلوقتي لما بحط الامام على الخلف فبيبقى فيه لازم يكون فيه فراغات حواليه، فده بيفيدني في الخلف. زودنا من عند خط الحجر 3 سنتي، وزودنا من عند خط الوسط فوق 3 سنتي او 4 سنتي لفوق من عند الناحيه بتاعت الحجر. ونزلنا على ما فيش زي ما انا بسطر كده، على ما فيش على ال2 سنتي بتوع ايه؟ بتوع العلو بتاع الجناب. زاد اللي هو ال2 سنتي بتاعت الزياده اللي هي الوسع الخلف عن الامام. تمام. انا زي طريقه المنطلون العادي سواء للكبير او للصغير، بس فرق هي ايه؟ المقاسات. وبعمل هو الدوران بتاع الحجر بتاع الخلف. يبقى كده احنا ايه؟ خلصنا الرسومات بتاعتنا وهنبتدي نقص. الاهم حاجه في المنطلون، اي منطلون سواء صغير او كبير، العلو بتاع الحجر من ورا بيبقى اعلى من الامام في حدود حسب السن العيله. يعني مثلا انا ساعات حد كبير بعمله 5 أو 6 سنتي، الطفله الصغيره بتبقى مثلا 3 4 سنتي، حاجه زي كده. ليه؟ لان انت بتشوفي بنظرك انت الجسم اللي قدامك مثلا عنده الهانش عالي مش عالي، حاجه زي كده.
احنا خلصنا المنطلون، بناخد بقى بقيه الجزء اللي فوق كده بنطبقه على قد وسع الارداف للعيله واقصها خالص. انا كنت رسمتها بس لقيتها ان هي اقصر، فانا كبرت فقلت هعمل لكم المقاسات من جديد اللي هي بالنسبه للكورساج اللي فوق. تمام، انا بقص كده. انا دلوقتي ده مع المقفول، فانا هعمل الخلف هو اللي على المقفول. باخد هنا نص دوران الكتف في حدود 15 سنتي، وبنزل 2 سنتي بس، وبعد كده باخد 7 سنتي دوران اكبر، دوران الرقبه، وبنزل الميل بخططه نفس الطريقه هي لو حد كبير زي ما قلت لكم. فرق ايه المقاسات بس. هنا بعملها 14 سنتي طول حرز الجيرو، وهنا باخد ربع دوران الصدر، وبنزل بالخط العمودي اللي هو بتاع حرز الجيرو، وبعد كده اعمل الدوران بتاع حرة الجيرو. طبعا ما بدخلش لجوه خالص عشان ده الخلف. تمام، من عندي هي طول حرة الجيرو. وبعمل هنا اللي هو اخر البلورو او الجاكيت اللي من فوق اللي هي عايزه تعمل زيه. انا طبعا الحاجات دي انا واخده مقاساتها من عندها، فانا يا دوبك اهو انا عامله حسابي مسافه الخياطه وكده. خلصت الرسم وهقص على ما فيش، عشان انا هاخد ال4 سنتي بتوع ايه او 3 سنتي حسب القماشه اللي معايا، بعمل منها الخياطه. تمام. هنا بقى بصوا بقى المرد ده هو بتاع الجلابيه الرجالي، فانا برضو هستغل كل حاجه فيها. طبعا انا اهي المسافه اهي، انا هنا هعمل مرد، فالمرد ده بكولا ريفيرا، فانا هعمل ايه؟ انا مفيش قماش ان انا اعمله كله حته واحده زي الشميس كده المرد، لا انا هعمله بسجاف. فانا هسيب بس 3 سنتي بتوع المرد، وطبعا عندي الصدر من فوق لو تلاحظوا ان هي بصوا المسافه عريضه شويه، فانا هستغلها وهظبط الخلف على الامام واقصه الاتنين قد بعض، وبعد كده اعمل التعديلات بتاعتي، لان انتوا زي ما انتوا عارفين الامام غير الخلف، في تعديل عند الكتف وتعديل الرقبه. وهنا كمان انا هفتحه وهقص الزياده اللي هي المتنيه دي كده، انا مش عايزه المسافه دي كلها، انا هقصها خالص عشان كمان ما تضايقنيش الحته المتنيه دي. هي القماشه شتويه يعني، عشان كده انا عملتها بكم بدل ما اعملها بنص كم زي الموديل اللي هي صاحبه الجلابيه جايباها. تمام اهي، انا اعمل التعديلات بتاعتنا وتبقى الكولا كده. فانا بقصر بدل ما اخليها مثلا 7 في 7 النزول حاره الرقبه الاماميه، لا بخليها اقل من كده، يعني ممكن اخليها 5 سنتي من فوق لحد ايه تحت وكده لحد اخر الرقبه، يعني من عند الكتف لحد اخر الرقبه بتاع 5 سنتي. واشوف هنا الكولا هتتني من عند اخرها فين، واخد مسافه اكتر من القماش من المرد كده على ما فيش، عشان لما تتني هتبقى بالمنظر ده كده. تمام. انا كده بقى هعمل التعديلات بتاعتي اللي هي الميل الكتف وحرز الجيرو والرقبه انا عملتها. تمام. اجي هنا بقى عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل السجاف. اجيب القصاقيس، لقيت هنا خدت السفره اللي ورا بتاعت الجلابيه هصفيها خالص. هي بصراحه طلعت جميله على البنت وعجبتها، بس عايزه اقول لكم هي اعاده التدوير صعبه جدا للي زينا. يعني ايه، ممكن ما تتقدريش، ممكن كتعبك فيها بيبقى والله بتاخد وقت اكتر وتعب اكتر من التفصيل بيبقى قماش قدامك وانت بترسمي وبتحددي انت عارفه عملتي ايه وخلاص، لكن ده انت بتفكي وتقعدي تدوري في القصاقيس ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش بالطريقه دي. عشان كده اعاده التدوير حاجه صعبه جدا، بس اللي هيقدر بقى، يعني لو حد هيقدر مجهودك وتعبك تمام، مش هيقدر يبقى انت الغي حته اعاده التدوير دي. مش عايزه حد يكون حابب الموضوع، يعني حد لو هيعملها كشغلانه ليه الخياطه او كمهنه فهتتعبه جدا، انما لو حاببها او حاجه زي كده بيحب يبدع من اعاده التدوير ومش همه الماده، يبقى يعملها كده زي ما انا ما عملتها. وكانت صعبه، بس زي ما كنت حد ان انا جلابيه رجالي واول مره تجي لي جلابيه رجالي واطلع منها سود زي ما انتوا شفتوا، هتبقى طبعا واحد بيفرح وبيتبسط ان هي كمان عجبت صاحبتها. تمام. انا هنا بعمل السجاف، بعمل حته حته الاول عشان ايه قبل ما ادور على الحتت الباقيه الفضلات اللي من الجلابيه. هنا الكمام بقى هستعملها كمان، بس انا قصيت منها بعد ما شلت الحتت اللي هي فيها مفتوحه دي،
وكمان هفكها خالص واظبط، لان الكمام طلعت مش مظبوطه، يعني في حتت عاليه وحتت واطيه زي ما انتوا شوفوا عند ترمبه الكم كده. فانا هضطر هعمل الكم بتاع البنت قطعتين، اللي هعملها كم وهيبقى ايه بتاع اسوره، يعني هي هنا بتاع 35 سنتي، بس هي كمها مثلا بتاع 40 او 47 حاجه زي كده. فانا هعمل ايه، اروح انا مظبطه كده اول كم معايا، واستعمل الحاجه اللي هظبطها الاول هستعملها هي ايه كباترون. هقص كده دغري، طبعا الحته اللي هي دايره دي اللي هتبقى من ترمبه الكم من فوق، فانا هعملها كده. انا طبعا رسمتها كده ايه بقى ممارسه وكده، بس طبعا اللي عايز الكم ازاي بيتعمل اكيد انا عامله فيديوهات فيها كم بالتفصيل، فممكن ترجعوا لها في الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله. تمام، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. اهي بعد ما قصيت الكم الاولاني اجيب الكم التاني واظبطه برضك، واحط ده على ده واقص على طول ايه اعمله كباترون. تمام، وبرضك ايه هنقله حتت من القصايص دي، هعمله ايه هعمل اسوره تركيب بس مقفوله من غير زراير. تمام، هي عشان امها كانت قالت لي لا مش عايزه الزراير، فانا عايزاها كم حته واحده، فطبعا قلت لها انا دايما بدي الحاجه اللي هي تبقى ايه البراح معايا، ان انا اقول لها لا ممكن يحصل كذا، ممكن ما تبقاش فيه يبقى تلتين، ممكن يبقى كده، بحيث لو لقت زي ما هي قالت يجي معايا الحاجه تقضي يبقى خلاص، بدل ما اتصل بها كل شويه اقول لها القماشه مش مقضيه اهو هينفع كذا او كذا، لا يبقى هي مدياني ايه البراح والاوكي في الحاجه اللي انا هعملها. اهي الاسوره تبقى بالمنظر ده. اول حاجه بقى اخيطها هنا الايه الحجر بتاع المنطلون. شفتوا انا على فكره مخططه بالقلم الجاف الاسود، بس القماشه تقيله يا جماعه ومش مبينه، من انا جربتها لقيتها مش مبينه من الظهر بتاعها خالص. تمام، عشان ما حدش يقول انت مش عامله تباشير وهيعلم في القماش، لا مش هيعلم في القماش. طبعا انا بجربها لان الواحد ايه مش عايز حد يعدل عليه ولا يعلم عليه ان ايه في غلطه في شغلي، والمفروض ده برضك عند اي حد المفروض يعني. تمام، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا خيطنا الحجر الامام والخلف، وطبعا انا دايما بحط قطعه صغيره اي لون في الخلف عشان العيله لما تيجي تلبس ما تتلخبطش. عشان الحته دي انا حصلت معايا ان انا عملت منطقه واحده كبيره خدته قلت لي لا المنطقه مش مظبوط، ابص عليها وهي لابساها الاقيها لابساها بالمشقلب، فعشان كده حطيتها لها علامه او حاجه زي كده ايه تبين الامام من الخلف. خيطت الجنب الاولاني وده الجنب التاني اهو. طبعا انا استغليت التانية بتاعت المنطقه بتاعت الجلابيه ان انا برضك اسيبها زي ما هي متنيه، بس فكيت الطرف اللي انا هخيط منه عشان لما اجي اتنيها يبقى تانية نظيفه ما بيكونش ايه الخياطه باينه. اهو زي ما انتوا شايفين كده فكيتها عشان هتبقى بالمنظر ده كده. بعد كده بقى بعد الجناب طبعا عملت اوفر للحجر عشان ما اقدرش اخيط الحجر الخياطه الطول الداخلي غير لما اعمل اوفر للحجر، فاحطه على بعض كده وده بيبين لك ان انا ماشيه مظبوط وانت مظبوطه مسافاتك ولا لا. بتدبسي الحجرين مع بعض وتشوفوا الطول بتاع المنطلون مظبوط ولا فيه كلكعه او ملوح، يعني المنطلون ما بيكونش فيه كلكعه بس بيبقى فيه لوحه، لكن انا هنا الحمد لله لاقيه مظبوط، والزياده بتاعت الخلف بتبقى متساويه مش ملوحه. بخيط المنطلون كده الحجر كله، وزي ما انتم شايفين الاتنين قد بعض اهو، يبقى انا ماشيه ايه مظبوط في مقاساتي جدا. بخلصه. بصوا بقى اكتشفت ان انا بعد ما خلصت ان في لسعه في المنطلون، فقلت برضك اسيبها اهي بحيث ان انا ايه لما اقيسه على البنت اشوفه طويل او هي عايزه تضيق شويه من البنطلون يبقى تيجي ايه فايده، والحمد لله ان هي القطعه لسعه سيجاره دي ولا ايه جايه من على الطرف من الجنب، يعني ممكن تتاخد نضيق الرجل شويه. تمام، انا هنا بقى السجاف اجيب الامام اهو واجيب السجاف الوش على الوش اهو، واخيط الطرف بتاع المرط كده على مسافة نص سنتي او سنتي بالكتير يعني، واجيبه كده وخيط الاتنين على بعض. وبعد كده اخيط ايه، انا طبعا عاملة علامة عشان خط النص اللي هي بداية الكولة، فانا كده بثبتها عشان لما اجي اقلب واحط الياقة، واعمل برضو الناحية التانية اهو
اهو. خلي بالكم انا حطيت السجاف هي اللي بتبقى على الكروشيه، يبقى الطرفين الناحيتين اليمين والشمال لازم يبقى برضو السجاف يبقى على الكروشيه، عشان الكروشيه بيبقى بيسحب القماش عن الطبقه اللي فوق زي ما انتوا عارفين. انا هنا بقى ايه بصفي الزاويه الصغيره اللي هي بتاعت اللي عند البوزه بتاعت الياقه، وبعد كده اقلبها كده اهي. عايزه تدي شيمه دلوقتي اللي انا بعملها دي تديها شيمه عشان تظبط لك الحاجه في الاول، او تعمليها بعد ما تركبي الامام والخلف الاتنين مع بعض بالكوي براحتك خالص. انا هنا بقى سبت انا بدات الشيمه من بعد المسافه، من عند المسافه بدايه الزراير، مش من فوق خالص، عشان انا عايزاها ما تبانش فيها خياطه، او اعملها في الاخر لربما اعدل فيها حاجه. تمام. بدي لنفسي البراح ان انا ايه بدل ما افك واعمل، لا بعمل حساب ان انا بسيب الحاجه تتعمل في اخر ايه بعد ما تتقاس، بعد ما اظبط الموديل كله مع بعض اهو كده، على ما فيش كده واروح ايه عاملاها مخلصاها اهي. دي هتبقى كده بالمنظر ده. هي القماشه اللي مساعد في ان القماشه تقيله، جبردين تقيله، فمخليه الحاجه اللي هتشوفها في الاخر كده شكلها وهي ماشيه يعني شتوي شتوي وحلوه، يعني جبردين بس ناعم كمان. انا هنا بجيب بقى الامام على الخلف واخيط الكتاف واعملها اوفر، وبعد كده اركب ايه الكمام. انا ماشيه معاكم واحده واحده، مع ان الفيديو طول، بس انا عايزه اوريكم خطوه خطوه انا بعمل ايه بالنسبه للتصليحات او بالنسبه للاعاده التدوير، لان في ناس كتير غاويه اعاده التدوير او تودي لحد يعمل لها من عشان الغلا والظروف الاقتصاديه بتاعت الناس كلها. تمام. فلما يكون عندها حاجه زي كده بدل ما ترميها او تركنها لما تستفيد بيها، فاكيد هتطلع كل اللي عندها وتعمله. تمام. بالذات حاجه الاطفال بتبقى غاليه، وقماش الشتوي اغلى كمان. انا هنا بركب الكم. طبعا انا محكومه دي عندي حاجه معموله ان انا ايه متفصله وانا بعدل منها، بس برضو بعمل المقاسات بتاعتي. لو تفتكروا انا عامله طول حاره الجيرو 14، فانا عملت دي زودت 2 سم، او لو القماش معايا اكتر هعملها على 17 سم زي ما انا عايزه، ولو في زياده يبقى انا اقصها في الاخر او اعملها كسر من فوق عند ايه عند الكتاف، يعني يبقى معاكي البراح احسن يعني. انا هنا بقفل بقى الجناب، بس برضو بسيب مسافه عند الطرف الكم عشان انا لسه هركب الاسوره، تبقى ايه بدل ما اخيطها واقفلها تاني، بدل ما اخيطها وبعد كده افتحها تاني يعني. اخيط الجناب اهو، وادي هنا الكمر بقى بتاع المنطلون، عشان احنا ما عملناش الكمر، احنا قفلنا المنطلون من غير الكمر. انا بقيس هنا الكمر القماش على قد وسع المنطلون من عند الوسط فوق، بس عشان انا عامله دوران الوسط على قد ما كان الدوران الاكبر حجم، واجيب هنا الاستك بقى على قد اقل من وسط البنت الحقيقي، يعني وسطها لو 50 انا بعمل دي 40 سنتي دورانه، وابطن الاستك بالقماش والف عليه خياطه كده هيديني الكشكشه. الكشكشه مش جامده يعني عشان القماشه ناشفه، وفي نفس الوقت انا محكومه بالوسط بتاع البنت. عندي مركبه بقى في المنطلون، طبعا المنطلون فيه خياطه جنب والقمر برضو فيه خياطه جنب، اخلي كل خياطه مع اختها اللي فوق مع اللي تحت. القمر اللي فوق الخياطه بتاعته ماشيه مع خياطه الجنب بتاعه المنطلون، واخيطها على نفس الخياطه اللي انا عاملاها مثبته بيها ايه الاستك. يبقى كده هون ايه حاجه وخلصت، وكده كده مش هعملها اوفر غير لما صاحبتها ايه تقيس وكده. تمام. بالمنظر ده اهو، والمنطلون اهو، والمتن من تحت جاهز، والكم المنطلون واسع. تمام. اجي هنا بقى اعمل ايه اللياقه. انا بقيس اللياقه من بعد الكوله اللي طالعه لبر، بقيس كده نص اللياقه، واجي اعملها بايه بقى. بصوا بقى الحرفنه هنا من الجيوب 4 طبقات، فانا هعمل اللياقه تبقى متوصله من ورا في النص. طبعا انا مجبره بعمل مربع مستطيل كده بنص دوران الرقبه اللي احنا قسناها، عشان دي 4 طبقات. اخططه كده مربع او مستطيل واصفيه خالص، وخليكم ركزوا معايا في اللياقه دي بالظبط. وسع المستطيل اللي احنا عاملينه هنعمله بتاع 10 سم. تمام. هنيجي من على الطرف كده اهو، هناخد بدوران كده بتاع 3 سم لفوق لنص المسافه،
نص المسافه هنعملها ايه بدوران، ونيجي برضو من الخط اللي فوق كده هننزل لتحت اهو. ليه بقى؟ الخط اللي 3 سم اللي خدناها من فوق دول هتبقى الطرف اللي عند الريفيرا، انما الخط المفتوح الناحيه التانية دي المستقيم هيبقى ده النص بتاع ايه الخلف من ورا زي ما انتم شايفين كده اهي. دي لسه برضو هناخد منها، لان ايه بقى الدوران الصغير دون لازم هيبقى. شوفي احنا الريفيرا اللي طالعه لبره دي الرياء اللي هي موجوده في السجاف بتاع 3 سم، فاحنا هنسيب هنا من 3 سم وكمان زائد السنتي بتاع الخياطه. تمام، انا بمسك كل طرفين بخيطهم من عند الخط النص اللي هيبقى يتركب في الخلف من ورا، بخيطهم اهو. اروح انا فرداهم، هنمشي حاجه كده مع بعض عشان ايه ما تتوهوش مني. هنخيطهم الثلاث جهات اللي هو الحتتين الصغيرين، الجهتين اللي على الجناب والخط اللي فوق هنتنيه وهنشيمه. يعني ايه هنشيمه؟ يعني هنديله شيمه صغيره كده بعد ما نقلبها، بعد ما نقلب الياقه هنعمله شيمه صغيره. تمام، انا هنا بقفل اهو الجنبين زي ما انتم شايفين كده. اروح انا بقى ايه اقص الزاويه الصغيره واقص الزياده اللي انا خدتها من فوق اللي هي جايه بدوران كده بسيط عند الخيطه، وهدي الشيمه اهي صغيره اهي. انا هدي شيمه ايه الشيمه اللي فوق بس عشان تظبط لي وانا بلزق الياقه دي مع الرقبه ما تكونش تلوح مني اهو. بصوا بقى، اجيب خط النص الخياطه اللي انا عاملاها بتاعت الياقه مع خط النص بتاع ايه بتاعت الخلف، وادبسها كده. ليه بقى؟ عشان المسافه اللي هي هتبقى متساويه، اللي طالعه بره اللي انا هقلب عليها اهو السجاف ده هتبقى الاتنين قد بعض الناحيتين اليمين والشمال. اجي اخيطها كده، اكمل بقى خياطه اللي هي الريفيرا دي مع الياقه كده دغري على طول، ماسكه كام طبقه، طبقتين الياقه وطبقه السجاف والطبقه بتاعت ايه الرقبه بتاعت الجاكيت، واخيطه دغري كده لغايه لما اعمل نفس الطريقه ايه ان الاتجاه التاني اخيطه بس عشان اثبته كده اهي. اخيطه الاول وبعد كده انا خيطتها من غير السجاف التاني عشان ما اتلخبطش وابقى شايفه انا بخيط ايه. اجي هنا على الطرف بتاع السجاف تانياه عشان لما اجي اقلبه يبقى مشطب نفسه اهو. بصوا بقى لما اجي اقلبه كده وتبقى الريفيرا تبقى بالمنظر ده. مش بقول لكم هي بصي يعني بصراحه يعني لو انا منها او هي ممكن ان الست تشيله وتلبسه لبنتها في العيد، يعني محدش لا هيقول دي مستعمله ولا مش مستعمله ولا الكلام ده. احنا كده خلصنا الياقه وبنعمل ايه في الاسوره. قربنا نخلص الفيديو، ويا رب الفيديو يعجبكم وتقدروا تستفيدوا. وانا حسيت فعلا ان من تعليقاتكم ان اعاده التدوير والتصليحات بتفيدكوا جدا عن التفصيل من قماش. يعني بدل ما هتشتروا الكلام ده حاجه عندكم يبقى ايه عايزين تصريفها ليها، فدي بتفيدكوا جدا. بتفيد ناس كتير سواء متعلمه التفصيل او حتى هاويه او حد هيوديه لحد يكون بيفصل يعدله لها. احنا خلصنا اهو، ويدوبك المتن هنتنيه من تحت ويخلص، وهوريهولكوا دلوقتي وهو ايه وهو متصور. كان بدي اعمل لكم فيديو ليه بس التليفون مش عارفه فيه ايه مش عايز يحمل عليه الفيديو الصغير اللي انا مصوراه ليه. هو اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.